مشاهدينا الكرام في كل مكان، أسعد الله مساءكم بكل خير. إلى حضراتكم نشرة أخبار 10 مساء من الفضائية الإريترية. معكم في جولتها نور الدين خليفة، وأبدأها لكم بأبرز ما جاء فيها. اختتام احتفالات ذكرى بدء الخدمة الوطنية. قائد القوات الجوية يعقد سمينارا في ساوا. مستشار الرئيس يعقد سمينارا للإريتريين في النرويج. وزير الدفاع الأمريكي يؤيد نشر صواريخ متوسطة المدى في آسيا. إيران تقول إنها تحتجز ناقلة أجنبية في الخليج. ومقتل العشرات إثر انقلاب 3 عبارات في الفلبين. كان ذلك موجز النشرة، وإلى حضراتكم الأنباء بالتفصيل. اختتم اليوم الأحد احتفال اليوبيل الفضي لتأسيس ساوا وبدء الخدمة الوطنية، الذي افتتح يوم 2 من أغسطس تحت شعار ساوا خيار صحيح لمستقبل مشرق. وشارك في الاحتفال الذي شمل تخريج الدفعة 32 للخدمة الوطنية والدفعة 10 لمركز التدريب المهني آلاف المواطنين من الداخل والمهجر. وعكس الاحتفال الذي استمر ل3 أيام مسيرة ساوا ل25 عاما، ودور ومساهمة الشباب الذين خرجتهم في مجالات التصدي والتنمية، وعروضا تبين دور ساوا لبناء الشباب من فترة الكفاح المسلح عامة ومنذ تأسيس مركز تدريب قوات الدفاع الإريترية. كما شهد الاحتفال سمينارات للدور وأهمية برنامج الخدمة الوطنية ومساهمة ساوا كمركز للتعليم والتدريب المهني، وتدشين كتابين لقصص تحكي الدفاع عن السيادة وجيل الوراثة وبرامج ثقافية وفنية. عقد قائد القوات الجوية اللواء تخلائي هبتسلاسة سمينارا للمشاركين في احتفال اليوبيل الفضي لتأسيس ساوا وبدء الخدمة الوطنية حول مساهمة وتجربة الخدمة الوطنية. وأوضح اللواء تخلائي أن الحكومة أعلنت عام 1994 الخدمة الوطنية، لأن القيم التي نشأت في مرحلة النضال لتنفيذ المهام بتفان عال وعمل مضاعف أصبح استمرارها ضرورة بعد الاستقلال لضمان تسيير برامج البناء الوطن. وقال إن البرنامج وصل إلى هذا المستوى من التطور والتوسع الحالي نتيجة المتابعة والاستثمار المتواصل. وذكر بأن بدء الخدمة الوطنية من المبادرات الكبرى التي اتخذت من أجل كرامة الإنسان والهوية الإريترية، موضحا بأن النضال الذي خضناه كوطن وشعب للذود عن السيادة ووجودنا والانتصار الذي تحقق هو مثال حي لنتائج الخدمة الوطنية خلال السنوات 25 الماضية. وقال إن النتائج الواضحة لبرنامج الخدمة الوطنية الذي بنى الشباب الواعي والبعيد عن الأفكار الضيقة غير الوطنية هي مساهمته لمكافحة الآراء الضيقة التي تعاني منها الكثير من الدول، وتنمية الوئام والثقة المتبادلة. وأوضح اللواء تخلائي هبتسلاسة أن شبابنا الذين مروا بالتضحيات والبطولات هم عماد الوطن اليوم وغد، مشيدا بالمسؤولية الكبيرة للمجتمع لإنجاح البرنامج. على الصعيد نفسه عقدت وزيرة السياحة سيدة أسكالو منقريوس سمينارا حول مشاركة المرأة في الخدمة الوطنية، موضحة بأن عدد الإناث المشاركات في الخدمة الوطنية من الدفعة الأولى وحتى الدفعة 32 بلغ حوالي 127 ألفا، ويغطي ذلك نسبة 21% من المشاركين في البرنامج عامة. وقدمت شرحا موسعا عن مساهمة عضوات الخدمة الوطنية في كافة المجالات. كما عقد القائد الأكاديمية العسكرية المقدم داويت محرة أب سمينارا بعنوان ساوا مركز التعليم والقوة. قدم مستشار الرئيس السيد يمانا جبر أب توضيحا موسعا يوم 3 من أغسطس للإريتريين المقيمين في النرويج حول الأوضاع في البلاد والتطورات الإقليمية. وقال إن المرحلة الجديدة عكست مرة أخرى قوة وتصدي شعب وحكومة وجيش إريتريا، مشيرا إلى أن عملية بناء الوطن المزدهر الملبي لرغبات شعبه والتي نعمل عليها هي بالثقة الكاملة على الشعب والقدرات والموارد المحلية. وذكر بأن المجتمع المبني بالعلم والمعرفة أساس تطور الاقتصاد،
ولذلك فإن أولوية التنمية في إريتريا هي تنمية وتطوير القدرات البشرية وتنظيم الجيد للقدرات الموجودة وتوظيفها بفعالية لخدمة الوطن، داعيا المواطنين في المهجر لتعزيز مساهمتهم المهنية. كما قدم السيد يماني جبرأب شرحا حول مجالات البنى التحتية والخدمات الاجتماعية والأنشطة السياسية والدبلوماسية وتقوية المنظمات الجماهيرية ودور إريتريي المهجر وتقوية القدرات في المراكز الدبلوماسية. وقدم مسؤول الشؤون الشعبية والجاليات في الدول الإسكندنافية السيد سيراك بهلتبي توضيحا بشأن الهيكل الداخلي وعمل المراكز الدبلوماسية في الدول الإسكندنافية. من جهة أخرى، احتفل أعضاء الدفعات المختلفة للخدمة الوطنية المقيمين في السويد حفلا بمناسبة الذكرى 25 لبدء الخدمة الوطنية بمناشط تراثية وفنية. أعلنت وزارة الثروة البحرية إقامة الجمعيات التعاونية وتسيير نشاطها بإقليم عنسبة بموجب الخطة التي وضعتها لتنمية الأسماك في الإقليم واستفادة سكان الريف منها. وأوضح منسق المشروع السيد محمود إدريس عن إقامة جمعيتين تعاونيتين في سدي موشا وعلا برعد بموجب خطة الوزارة لضمان تأمين الغذاء المتوازن للأسر ورفع الدخل وإدارة الموارد الطبيعية. ويركز المشروع على الأسر والشباب والمرأة الراعية المتواجدين قرب السدود والعمل لتنمية الأسماك وتقديم التدريب ومعدات الصيد لها قريبا. وذكر مسؤول قسم الثروة البحرية في إقليم عنسبة السيد محاري هبتقرقيش أن أنشطة تربية الأسماك تجري في 12 سدا بالإقليم من جملة 18 سدا، وستتوسع التربية في السدود الأخرى. وأشار أعضاء الجمعيات التعاونية بالأنشطة الحكومية لتحسين معيشتهم، مؤكدين العمل لتوسيع الوعي الغذائي بالأسماك والعمل بالتنسيق مع كافة الشركاء. وتعمل الخطة الموضوعة من عام 2017 وحتى 2023 لاستفادة 17,500 أسرة على مستوى البلاد. أعزائي المشاهدين، كانت تلك أخبارنا الداخلية. فاصل قصير وأوافيكم بالأخبار العالمية، ابقوا معنا. مرحبا بكم. قال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر إنه يؤيد نشر صواريخ متوسطة المدى يتم إطلاقها من البر في آسيا في وقت قريب نسبيا، وذلك بعد يوم من انسحاب الولايات المتحدة من معاهدة تاريخية للحد من التسلح النووي. ومن المرجح أن تؤدي تصريحات إسبر إلى إثارة قلق من نشوب سباق تسلح جديد، كما يمكن أن تزيد من توتر العلاقات مع الصين. وانسحبت الولايات المتحدة أول أمس الجمعة رسميا من معاهدة القوى النووية المتوسطة المدى التي كانت قد أبرمتها مع روسيا، وذلك بعد أن رأت أن موسكو تنتهك المعاهدة، وهو أمر ينفيه الكرملين. ويحذر مسؤولون أمريكيون منذ سنوات من أن الولايات المتحدة أصبحت في موقف ضعيف بسبب نشر الصين صواريخ متطورة على نحو متزايد يتم إطلاقها من البر، وعدم تمكن البنتاغون من مضاهاتها نتيجة المعاهدة مع روسيا. وقال مسؤولون أمريكيون بارزون إن أي نشر أسلحة من هذا النوع سيستغرق سنوات. قال التلفزيون الإيراني إن الحرس الثوري الإيراني احتجز ناقلة نفط أجنبية في الخليج كانت تهرب الوقود لبعض الدول العربية، مضيفا أنه جرى احتجاز 7 بحارة كانوا على متنها. ونقل التلفزيون عن رمضان زيراهي القيادي بالحرس الثوري قوله إن قوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني احتجزت ناقلة نفط أجنبية في الخليج الفارسي كانت تهرب الوقود لبعض الدول العربية، مضيفا أنها كانت تحمل 700 ألف لتر من الوقود، وتم احتجاز 7 بحارة من جنسيات مختلفة كانوا على متنها. وفي الشهر الماضي احتجزت إيران ناقلة بريطانية في مضيق هرمز بزعم أنها انتهكت قواعد الملاحة، وسمحت لأخرى بالمرور بعد أن وجهت لها تحذيرا. وتصاعدت حدة التوتر بين إيران والغرب بعد احتجاز قوات خاصة إيرانية ناقلة ترفع علم بريطانيا، وهي الواقعة التي جاءت بعد احتجاز قوات بريطانية ناقلة نفط إيرانية قرب جبل طارق، متهمة إياها بانتهاك العقوبات على سوريا.
قال مسؤول في خفر السواحل الفلبيني إن 31 شخصا لقوا حتفهم إثر انقلاب 3 عبارات بسبب الطقس السيء، وكانت العبارات تقل 96 شخصا في المجمل من الركاب وأفراد الطواقم، عندما تسببت الأحوال الطقس السيئة في انقلابها قبالة سواحل مقاطعتي غويماراس وإيلويلو بوسط البلاد. وقال أرماند باليلو وهو متحدث باسم خفر السواحل الفلبيني إن السلطات لا تزال تبحث عن 3 مفقودين، وجرى إنقاذ باقي أفراد الطواقم والركاب. ويلقى العشرات حتفهم سنويا في حوادث العبارات بالفلبين، وهي أرخبيل مؤلف من 7100 جزيرة، وليس له سجل جيد في مجال السلامة البحرية. شهدت العاصمة الكولومبية بوغوتا مبادرة ضمت قرابة 2000 أم للتشجيع على الرضاعة الطبيعية والدعوة إلى العودة إلى الرضاعة السليمة والصحية للأطفال. وتعرف تغذية الرضع عن طريق حليب الأم انخفاضا شديدا في كولومبيا، وتوجه الأمهات إلى البدائل المتوفرة مثل الحليب الصناعي. وخلال تجمع هتفت الأمهات وهن يحملن أطفالهن الرضاعة الطبيعية، ثم أخذنا استراحة للقيام بإرضاع أطفالهن بشكل جماعي. وتزامن التجمع مع الأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية والذي بدأ في الأول من أغسطس. وبحسب منظمة الصحة العالمية فإن هناك دليلا واضحا على أن التغذية المثلى للرضع هي حليب الثدي، مما يعزز نمو مخ الطفل. ووجد مسح صحي أجرته الحكومة الكولومبية عام 2015 أن 36% فقط من الأطفال دون سن 6 أشهر تلقوا حليب الأم، وهو ما يمثل انخفاضا بنسبة 10% عن مستويات عام 2005. ختام نشرة الأخبار لهذا المساء أعزائي المشاهدين، تحية لكم من الفضائية الإريترية، إلى اللقاء.